الناس الخير، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة فضاء ليلى. اليوم إن شاء الله غادي نتقاسم معكم واحد الوصفة نادرة ونادرة جدا وحصريا على القناة ديالي، وهي منقاع الخابية، معروفة فقط في الأطلس. ما نعرف واش معروفة في شي مناطق أخرى من المغرب، المهم كاينة غير في الأطلس، في الجبال ديال الأطلس. هاد الوصفة كتقدم مرة واحدة في العام، وهي سميتها بويفنوزن بالشلحة بالأمازيغية، كنسميوها بويفنوزن. وهي بداز بالأعشاب، يعني ما كتسقاش بالمرقة، كتقدم غير هكا، كترفق بزيت الزيتون والسودانية. هادشي باش كترفق، وكتجي الصراحة بنينة ولذيذة. والبنة ديالها ما كنساوهاش، لأن كما قلت لكم كتقدم غير مرة واحدة في العام. مكون فيها غريب وعجيب غيجيكم في شكل، مي صدقوني اللي داقها كيبقى يحلم ويتشهى هذاك المذاق ديالها، لاننا ما كنديروهاش ديما. هذه كنديروها حنايا في الحومه ديالنا، كيتجمعوا النساء، وكتكلف كل عام كتكلف وحده، وكدير قصريه كبيره، وكتجمع النساء ديال داك الدرب، وكيتشاركوها مجموعين وضاحكين وناشطين باش كيحتفلوا بالفصل ديال الربيع. ودابا ندوزو باش نوري لكم المكون العجيب اللي هو الفصه. هو هذا، هذه هي الفصه، كتكون بهذا الشكل هذا. في الوقت ديال الربيع كنحاولوا اننا نجمعوها، كناخذوا غير هذوك الريوس اللي كيكونوا طريين. انا واخا تشوفوا كتاخذوا كميه كبيره، حاولوا انكم تاخذوا كميه كبيره، لانكم من بعد ما كتنقيوها كتحيدوا غير الورق، راه ما كيبقاش بزاف. كتاخذوها من بعد ما نقيتوها، كتحاولوا انكم تقطعوها شي شويه. الا لقيتوا شي حاجه طويله كتقطعوها، ما تخليوهاش في الطول ديالها. صافي، وكتعاودوا تعطيوها واحد، تحاولوا تعطيوها واحد 5 د الغسلات، ولا المهم خصهم يتغسلوا مزيان. دوك الوراق حاولوا انكم تغسلوها مزيان مزيان حتى يكون داك الماء ديالها صافي. صافي كديروها تستقطر. هذاك الربيع من بعد ما غسلته واستقطر مزيان مزيان مزيان، ما بقاش فيه الماء، عبرته لقيت فيه نص كيلو. ملي لقيت فيه نص كيلو يعني خصني نضاعف الكميه ديال الدقيق. هنايا عندي الدقيق ديال الذره بداز. كناخذوه كنرشوه الماء. انا رشيته، درت ليه تقريبا واحد كاس ديال الماء، كاس كبير ديال الماء، يعني تقريبا واحد 3 كيسان ديال اتاي، شي 300 مليلتر ديال الماء اللي درت ليه. وكنفركوه، ما خصوش يكون معجن وما خصوش يكون ناشف، يعني بين وبين. صافي من بعد ما فركته بين يدي بهذه الطريقه هذه، كناخذ واحد الكسكاس اللي كندهنو شويه بالزيت باش حيت نجي نقلبها ما تلصقيش، لان كيلصق في الجناب. كنحاول انني نغرب لها ديك الكميه كلها، كتغرب لها. نتوما كما شفتوا راه ما معجنش، راه ما يبقاش فيه بزاف، ممكن نغرب له كله في الكسكاس بهذه الطريقه هذه. صافي، وغادي نديرو ايفور. كندير الماء غليان في البرمه، وكندير هذاك الكسكاس من بعد ما دورت ليه السيلوفان من التحت. ضروري تدوروا ليه السيلوفان باش يطلع فيه البخار، وكنحسب ليه نص ساعه من بعد ما يطلع فيه الفوار بهذه الطريقه، كنحسب ليه نص ساعه. صافي، من بعد ما دوزت نص ساعه كنوجد هذه الفصه هذه، هانتوما كما شفتوا راها ناشفه. نوجدها باش ملي نحيد هذاك بداز باش ندير ليه التفويره الثانيه، غادي ندير هذه الفصه حتى هي تفور. من بعد ما دازت نص ساعه كنقلبوا هاد الكسكسو على القصريه، وكنزيدوا ليه ملحه وهو مازال سخون، يعني ما كنخليوش، ما كنتسناوش عليه ولا دقيقه واحده وهو سخون. الا بغيتو ما يتكور لكمش وهو سخون، كديروا ليه الملحه والماء البارد، ماشي الماء السخون، كنديروا ليه الماء البارد. انتم شفتوا الكاس عندي كبير، درت 2 كيسان ديال الماء، يعني تقريبا الكاس كيدي 250 مليلتر، يعني درت واحد نص سيطرو ديال الماء. وخصو يتشرب مزيان مزيان، لان انا ما غاديش نسقيوه بالبلول، خصو يتشرب مزيان يشبع الكميه ديال الماء اللي خاصو. صافي، انا غادي رشيته مزيان بالماء ودرت ليه مليحه ديالو، وغادي نخليه هكا واحد ثلث ساعه. هذيك ثلث ساعه غادي يرتاح فيها هاد بداز، وفي نفس الوقت هذيك الفصه غادي تطيب على خاطرها، ونديرها تستقطر ونعصرها شي شويه من داك الماء، ماشي بزاف. صافي، من بعد ما تشرب هذاك بداز داك الماء اللي عطيناه، كنزيدو واحد المعلقه كبيره ديال الكمون، وغادي نزيد ليه تقريبا واحد 2 كيسان ديال اتاي ديال زيت الزيتون. ما كنديروش السمن وما كنديروش الزبده، كنديرو زيت الزيتون، هو الحاجه الوحيده اللي كتمشي مع بداس. صافي، كنخلطو مزيان بهذه الطريقه هذه. كنحاولوا اننا ندمجوهم باش كلشي الحبات ياخذوا حقهم ديال الزيت وحقهم ديال الكمون. بالنسبه للكمون راه ما كيبانش نهائيا. المهم بعد ما غنخلط هذا الشيء كله، ضروري ضروري تذوقوا باش تشوفوا الا كانت ناقصه شي حاجه، الا نقص الزيت او لا ناقصه الملحه، كتزيدوها في هذه المرحله قبل ما ديروه يفور. صافي، هنايا غادي نقسم هذيك الكميه على النص. غادي تفهموا علاش، لانني ما غاديش نخلط كلشي دقه واحده، كنخلطو تدريجيا. المهم نصف الكميه غادي نكب عليها هذيك الفصه اللي انا فورت وعصرتها شي شويه، ماشي بزاف، يعني خص يبقى فيها شويه ديال الماء. المهم هانتوما غادي تشوفوا الا لقيتوا بان هذوك الوراق
عندكم طوالين شي شويه تقدروا تقطعوهم بالمقص، يعني تقصوهم شي شويه باش يجيكم ساهلين باش انكم تدمجوهم مع بداس. كنزيد واحد نص كاس ديال زيت الزيتون على هذيك الفصه باش تحل معايا بهذه الطريقه هذه صافي. وكنبقى نزيد تدريجيا كل مره كنبقى نزيد شويه ديال هذاك بداز اللي راني حاطه حدايا حتى نتحصل على هذاك الكثافه اللي انا بغيت. يعني انا ما بغيتش يكون بداز كتر من الفصه، يعني خص يجيني على حساب القياس. المهم تقريبا راه درت غير 2 ديال داك كيلو، يعني درت غير 600 حتى 700 غرام ديال بداز، وبقات لي واحد 300 غرام خليتها جانبا غنديرها في الكونجيلاتور حيت نبغيها. غادي نجيبها نفورها حيت هي راه ما مفوراش، وغادي ندير لها مريقه ديالها ونسقيها صافي. من بعد ما خلطت كلش غادي نديرو حتى هو يفور عاوتاني واحد نص ساعه اخرى، يعني حتى كيبدا يفور مزيان عاد كنحسبوا ليه نص ساعه وكنقدموه بالصحه والراحه. وكان هذا هو بداز اولا اللي كنسميوه حنايا بويف وزن في الاطلس، كيتقدم سخون وكنرافقوه بزيت الزيتون والسودانيه. هادشي باش كيتمشى وكويس ديال اتاي. الا كان شي واحد فيكم داقو قبل قولوا لي اش من منطقه نتوما وشنو كتسميو في المنطقه ديالكم، وكنقدموه بالصحه والراحه. نتمنى هذه الوصفه اللي صراحه نادره ما يعرفهاش قليل اللي غيعرفها تكون نالت الاستحسان ديالكم وتعجبكم، ونتمنى نتلاقى بكم في فيديو قادم ان شاء الله هو واحد الوصفه جديده. المهم الطريقه ديال الاكل كيتكل غير باليد ما كيتكلش بمعلقه، وضروري تخدموه بهذه الطريقه عاد تاكلوه. هادشي اللي كاين. نتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم. الى عجبكم واحد لايك الى جات على خاطركم، واللي ما ابونيش يتابونا فضلا وليس امرا. نتمنى نتلاقى بكم في فيديو قادم بحول الله. الى اللقاء.